الشهيد جمال عباس علي محمد. ولد الشهيد جمال عباس علي في عام 1957 ببغداد. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية والجامعية، ونال شهادة الهندسة وعمل في مجال اختصاصه. اعتقل الشهيد في عام 1980 من قبل النظام البعثي السابق، بعد أن هجرت عائلته وصودرت جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة. تعرض الشهيد جمال عباس هو وإخوته كمال وخضير لأقصى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، دون أن يعرفوا التهمة الموجهة إليهم أو الذنب الذي ارتكبوه. ذوو الشهداء لم يعرفوا أي أثر لهم إلا ما بعد سقوط نظام البعث عام 2003، حيث ظهر اسمه ضمن الشهداء المعدومين في المقابر الجماعية.